السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي. نرحب بكاع المشتركات جدد، ولاول مره تزور قناتي نقول لك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وصفتنا النهار اليوم صلصه الجبن بديل الكريم فريش. شوفوا البنات، هاد الصلصه تاع الجبن ماشي هذيك العقده اللي يقدموها مع المشاوي ولا مع لي ساندويتش، هذه لا، هذه غير تاع الطيب. نطيبوا بها لي غاطا، تاني نديروها في الطاكوس، حشو في الطاكوس، نخلطوها في الحشو نتاع المملحات باش يجي هذاك الحشو كي شغل يتفرمج، يجي مشمخ ما يجيش ناشف. المهم غادي تستخدموها بزاف في رمضان. نقول لكم غير سجلوا معايا الوصفه، نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. نديروا هنا 2 قطع نتاع الجبن هذا الكبير، اي ماركه كانت عندكم، يعني ماشي شرط تكون كيما هذه اللي كانت عندكم، خدموا بها. انا كان متواجده عندي هذا، درت هذا. ونزيدوا معاهم كاس حليب. البنات نتوما لا كان عندكم غير حليب شكاره عادي معليش تخدموا به، بصح تغليوه قبل وتخليوه يبرد في الفريجيدر. ديروا الكاس تاع الحليب بارد هكا باش هاد لاصوص تطول معاكم، ما تخسرش بالخف، يعني تقعد لكم ايامات في الفريجيدر. نديروا سنينه تاع الثوم ونزيدوا كاس تاع الزيت. انا خدمت هاد الكيسان تاع جوطه، بلا ما كانوش عندكم ديروا في هذاك الكاس تاع 220 مللي، بصح ما تعمروش كاع الفوق، خلوه هكاك ناقص اصبع، هكاك الحليب ناقص اصبع وما الزيت ناقص اصبع. كما راكم تشوفوا درت قريصه تاع الملح، ما نكثرش الملح كما نعرفوا الفرماج فيه الملح. ونزيدوا شويه فلفل الكحل، كما راكم تشوفوا ما تكثروش بزاف البنه فقط. ونزيدوا مورف كبيره تاع الخل الابيض. انا ما كاش عندكم الخل الابيض معليش ديروا الخل الاحمر عادي جدا. كما هكا وتجيبوا الميكسر تاعكم ونخلطوا كاع. شوفوا البنات، انا بغيتها سائله هكا باش نطيب بها، يعني نشمخ بها هذاك الحشو تاع المملحات، ولا نديرها من الفوق فوق الكراطه، يعني بغيتها سائله. نتوما لا بغيتوها ثقيله على هذه، كي تحطي الميكسور في الطاس ما تحركيش كاع، خليه لاصق في القاعده وقعدي تخلطي، ما تحركيش كاع حتى تشوفي الخليط بدا يتقال عاده، واللي طلعيه وهوديه. ونخلط كل شيء غايه. من بعد نزيد هذاك النص نتاع الكاس تاع الزيت، هذاك النص اللي خليته في التالي غادي نزيده تدريجيا كما نكونوا نطلعوا المايونيز. كما هكا خلطت مليح، كما راكم تشوفوا راني نبوجيه نطلعه نهوضه نخلط به عادي. انا بغيتها كما قلت لكم سائله، تسمى هذه باش تشمخ لنا الحشو تجي سائله خير، خاطر تجي جامده كما المايونيز ما نقدوش نطيبوا بها. شوفوا البنات، هاد الصلصه درت منها حتى في الحشو نتاع البوراك، جا واحد البوراك بنين بنين نتاع الصح، جا خير من البوراك تاع البيشاميل. ونخلط غايه كما راكم تشوفوا، ونقعد نزيد في هذاك الزيت تدريجيا، هذاك النص اللي خليته للتالي نزيد تدريجيا ونخلط حتى نكمل كاع الكميه. وهنا البنات كي تخلطوا غايه تقدوا تكتفيو بهذوك 2 قطع تاع الفرماج اللي درناهم في الاول، كما تقدوا تزيدوا له الفرماج هكا باش تعزوا البنه تجي بنينه بزاف. انا زدت له 2 قطع تاع مثلثات، كان عندي الفرماج، لا كان عندكم زيدوا هذوك 2 قطع، ما كانش عندكم معليش كما قلت لكم تقدوا تكتفيو غير بهذوك 2 قطع اللي درناهم في الاول. كما هكا خلطت كل شيء غايه. ونصح الصح البنات يجي بها الطياب بنين بنين بزاف، يعني ننصحكم تجربوها، هذه خير من هذيك تاع المايزينا وكاع. كما شفتوا بلا مايزينا بلا كثره مقادير بلا والو، زيت حليب وفرماج. وكما نعرفوا في رمضان معظم البيوت يشروا الفرماج هذاك تاع البيضو، مالا كي يكون عندكم متوفر خدموا به هذه الوصفه. هنايا في التالي كاع كي كملت زدت 2 قطع تاع الفرماج، كما قلت لكم تقعد اختياري، بصح زادها بنه على بنه. ونخلط كل شيء غايه. وهنا تكون وجدت لاصوص تاعنا سهله مهله، ما تديش كاع الوقت، بنينه بزاف، ننصحكم بها بزاف. يعني الا بغيتوا تخدموا كريم فريش في الدار خدموا هاد الوصفه بديل الكريم فريش، مانيش نقول لكم هذه كريم فريش، بصح هذه بديل الكريم فريش، خير من وصفات واحده اخرى هذوك اللي فيهم المايزينا ولا غير ايفيتيوهم. وهنايا من الافضل تعمروها في علبه زجاجيه تكون مغسولها مليح معقمه، يعني غاسلينها بالماء الحامي وناشفه مليح، عمروها وغلقوا عليها وديروها في الفريجيدار غير لتحت، تقعد لكم حتى ل10 ايام. المهم ديروها في الفريجيدار ماشي برا. وفي رمضان غادي تستعملوها غادي تكمل بالخف، خاطر ديروها في ليكيش، ديروها في الحشو تاع المملحات، ديروها في الحشو تاع البوراك، ديروها في ليغراطا، يعني متعدده الاستعمالات. دوك ندير لكم بها وصفات ان شاء الله. وهذه يا غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، واستناوني فيديو اخر ندير لكم نخدم لكم وصفه بهاد الصلصه اللي درتها معكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم، تهلاو في رواحكم، سلام.